ما تعيطيش ما تعيطيش ما تعيطيش ما تعيطيش ما تعيطيش. ادعوا لي يا رب. موتوا بنتي يا ولاد، موتوا البنت يا ولاد، موتوا البنت يا ولاد يا لهوي. بسرعة يا مايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديوهات دي ضمن فيديوهات كتير وصلتني لست من محافظة الشرقية وبالتحديد مركز ومدينة الزقازيق. اتجوزت في بيت عيلة وقاعدة لوحدها في شقة في البيت ده. جوزها كان بيسافر الكويت لحد ما أراد الله وتوفى رحمة الله عليه وساب لها 3 بنات. لكن المشكلة دلوقتي وحسب ما وصلني ان بعد موت جوزها اهل جوزها عايزين يطردوها من الشقة باي شكل من الاشكال وبيعملوا معاها كل المشاكل دي. يعني زي فيديو البنزين اللي اتدلق من تحت الباب ده وتولع فيه واللي كان ممكن في اي لحظة الشقة كلها تكون دمار. ده غير كمية الرعب اللي كانت فيها البنات. وعايز اقول لكم ده موقف واحد من مواقف كتير اتعملت معاها وكله مثبت بالفيديوهات. فالناس لما تعبت منهم وما لقيتش اي تقدير او بمعنى اصح ما لقيتش حد تحل معاه سابتهم كده والست اتجهت للمحاضر. على كل حال مهما كان اللي بينهم ما بين جوزها رحمة الله عليه او بينها هي، خلاص كده اللي حصل حصل. يا ريت تسيبوهم قاعدين في الشقة، هيروحوا فين يعني؟ اما عن التجاوزات اللي بتحصل معاهم فمن هنا بنناشد الاجهزة الامنية المختصة بسرعة التحرك، لان اللي حصل فيهم ده ما يرضيش حد ابدا. بس كده، اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.